ده اولنا. طب تانينا محمد صلاح بقى تعالى لي. يعني ايه انا قائد منتخب مصر وكابتن منتخب مصر عندي شد في الخلفيه على حسب ما انتوا قلتوا لنا؟ ما لو الاصابه حاجه تانية غير كده، لو انت عندك مثلا لا قدر الله اصابه اكبر ولا اعمق، ودي حاجه ما نتمناهاش، كان حد فهمنا وانت غايب عن البطوله. وحتى ساعتها برضه كنت هقول لك اقعد مع لعيبتك، بس ساعتها كنت حتى هوجد لك عذر ان انت ممكن تقول ايه فتره الاصابه بتاعتي او فتره التعافي من الاصابه بتاعتي هتبقى طويله، فكده كده انا مش لاحق البطوله فهروح اتعافى في انجلترا. كان ممكن ابلعها. لكن على حسب ما انتوا قلتوا لنا ده شد، وانا ما شفتش قبل كده حد بيروح انجلترا عشان يتعافى من الشد. هتقول لي اصل الاجهزه والمجهزه والقصص والتفاصيل دي كلها والشاش والحاجات دي، ابعت يا عم هاتها. لا انت اسف يعني يا صلاح، لا انت فقير ولا هم فقراء. ابعت طياره خاصه مجهزه طبيا بطاقم طبي تيجي عندك في كوت ديفوار. هتقول لي اصل فرانكو باريزي في 94 مع ايطاليا كابتن ايطاليا اتصاب في اول ماتش وسافر ايطاليا. سافر ايطاليا، يعني عارف لو محمد صلاح رجع مصر والله كمان حتى كان ممكن ابلعها، يعني لكن ارجع ايه ليفربول؟ ويعني ايه اسيب لعيبتي وانا كابتن منتخب مصر وقائد منتخب مصر عشان اروح اتعافى؟ سقطه وفضيحه سواء للاتحاد المصري لكره القدم او لمحمد صلاح. انا قلت لكم من يومين وانا بدافع عن صلاح، مفيش حد نبي، مفيش حد معصوم، مفيش حد ملاك باجنحه ما بيغلطش، كلنا بنغلط من كبرنا لصغيرنا في كل المجالات. مفيش حد مكمل. اللي عمله صلاح ده دي سقطه لا تغتفر من قائد منتخب مصر. ما ينفعش تسيب لعيبتك وتمشي وتقول لي اصل لما توصلوا بقى ان هي ابقى ارجع لكم. لا يا عم احنا مش عايزين حد يرجع لنا. لا مش عايزين حد يرجع لنا. هتقول لي اصل هناك الاجهزه وبتاع، ما انا قلت لك الحل لو هي فكره براجماتيه وبنتكلم في واقع وبنتكلم في حاجه منطقيه. لا خلي يا عم الاجهزه تيجي لغايه هنا، ايه المشكله يعني؟ الطياره تيجي فيها طاقم طبي فيها كل الاجهزه اللي انت محتاجها وتقعد معاك في كوت ديفوار. ارجع يا عم مصر. عارف لو رجعت مصر الناس هتبقى مستسيغه الموضوع اكتر، لكن ترجع انجلترا حتى في الظروف الحاليه اللي انت شايف الدنيا محتقنه فيها ازاي والناس كلها بتتكلم عليك ازاي والناس كلها شايفه ان محمد صلاح ومحمد صلاح ومحمد صلاح، ده انت حتى كده بتقول اللي ما بتتكلمش اتكلم. يعني حتى اللي بيحسن الظن فيك انت مش سايب له مساحه انه يحسن الظن معاك يا محمد.